تخيل معايا هاد الراجل ما قراش في مدرسة عسكرية، ما عندوش خرائط، ما عندوش أقمار صناعية، ولكن كيربح في أعظم المعارك. وهذا الرجل هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال هو كيفاش كان كيخطط النبي صلى الله عليه وسلم الحروب؟ واش كان غير توكل على الله، ولا كان عنده تخطيط عسكري مجهز سبق زمانه؟ وقع معايا هادشي اللي غادي تسمعوا اليوم ما كيتقالش بزاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر إنسان متوكل على الله، ولكن عمره ما دخل شي حرب بلا تخطيط. كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال الآية 60: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. دير اللي عليك كامل ومن بعد توكل على الله. هذه هي أول قاعدة في التخطيط النبوي. الإمام ما كيناقش العقل. غزوة بدر كانت أول معركة والمسلمين كانوا قلال بزاف. شو دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ مشى بنفسه يتفقد الأرض، شاف الآبار داكشي، ومن بعد اختار الموقع اللي قطع فيه الماء على قريش. واحد الصحابي الحباب بن المنذر رضي الله عنه سول النبي صلى الله عليه وسلم واش هذا المكان وحي ولا رأي عسكري. منين قال له بلي هو غير رأي، بدل النبي صلى الله عليه وسلم فورا بمكان أحسن. يعني القائد ديال بصح كيسمع ما كيعاندش. غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان بغى يبقى في المدينة ويتحسنوا، ولكن أغلب الصحابة بغاو يخرجوا. شنو دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل بالرأي تاع الأغلبية، وحتى من بعد موقع الخطأ تاع الرومات ما قالش لهم شي حاجة خايبة، ولا ما قالش لهم راه قلت لكم كذا كذا. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الآية 159: فبما رحمة من الله لنت لهم. قائد ديال بصح ماشي ديكتاتور. الخطأ ما كيلغيش التخطيط، الرحمة جزء من القيادة. غزوة الخندق كان العرب عمرهم ما عرفوا الخنادق. منين جا سلمان الفارسي رضي الله عنه بالفكرة، النبي صلى الله عليه وسلم نيشان اكسبتها وما قالش هادشي ماشي من عاداتنا. هادشي كيبين التفتح ديال الدماغ. وخدم مع الصحابة بيديه، كيشد المعول كيجوع، كيربط الحجر على بطنه باش ينقص ليه الجوع. قائد ديال بصح خدام ماشي غير بالاوامر ولكن بالابتكار، مرحب به في الاسلام. التخطيط ما عندوش جنسيه. فتح مكه شنو دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج بجيش كبير ولكن بسريه تامه، منع القتال الا للضروره، فرق الجيش من عده مداخل، زعما واحد من هنايا واحد من هنايا في مكة، وعطى الأمان حتى للأعداء. شنو كانت النتيجة؟ مكة دخلات وبلا حرب تقريبا. وقال له صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الهدف ماشي القتال، الهدف هو الهداية. القوة الحقيقية هي ضبط النفس. شنو كان هذا التخطيط عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان كيدير الاستطلاع السري في المعلومة، واختيار الوقت المناسب، معرفة نفسية العدو، رفع المعنويات بالدعاء، القيادة بالقدوة. شنو نقدروا نتعلموا اليوم؟ انت اللي كتفرج في الفيديو، في القراية، في الرياضة، في شي مشروع تاعك، في الحياة، خاصك هدف واضح، تخطيط ذكي والاستشارة والأخذ بالأسباب والتوكل. النبي صلى الله عليه وسلم راه علمنا النجاح ما كيجيش غير بالصدفة، كيجي بالتخطيط والإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش غير رسول، كان قائد مخطط ومربي أجيال. إلا بغينا نرجعوا لشي أمة قوية، خاصنا نرجعوا للمنهج تاعو في التفكير ماشي غير في الهضرة. إلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك، كتب لنا في التعليقات شنو أكثر غزوة عجباتك وعلاش. ما تنساش دير متابعة باش توصلك شي قصة معركة، موضوع ديني. درتي متابعة؟ ويلا ديرها صاحبي، اش خاسر درتيها. يا الله، السلام عليكم.